استنى بالراحه ثانيه واحده. اسمع الفيديو في الاول وبعدين ابدا اكتب الكومنت اللي انت عايزه. حلقه جديده. السلام عليكم. النهارده هنتكلم في موضوع شائك كده عند بعضكم من كذا حلقه، من ساعه الحلقه بتاعت السبوت ريدكشن اللي اتكلمنا عليها. في ناس كتير جدا مش مقتنع بالموضوع دوت ومش مقتنع بالكلام ده. فالنهارده هنتكلم في الموضوع بتاع العنوان بتاع الفيديو اللي اكيد كلكم شفتوه. ملحوظه صغيره بس، في اخر الفيديو النهارده مفاجاتين هقول عليهم، وحاولوا تحضروا الفيديو لان مفاجاه منهم هتحصل النهارده، فمش عايز احرقها يعني في اخر الفيديو. كتير جدا طبعا منكم بيسمع عن التخسيس الموضعي وان ازاي تقدر تعمل تمرين معين تخسس منطقه معينه، واتفقنا ان الكلام ده كله مش كلام علمي ومش مثبت علميا خالص. اللي الكلام ده وضحناه في فيديو فوق، شوفوا لو ما شفتوش. لكن طبعا انت بتسال نفسك دلوقتي الراجل ده بيقول الكلام اللي هو بيقوله ده تمرين البطن، احنا بنسمع ان هو ممكن بيخسس، بس تقول لي ان هو بيزود الكرش، الكلام ده ازاي؟ هقول لك بكل بساطه. عشان نبدا نفهم الموضوع ده ازاي وما ندخلش مع بعض في جدال كبير، خلينا نعرف الجسم بتاعنا او منطقه البطن بتاعتنا عباره عن ايه. يعني الناس عندها ميستري كده، او فاكره منطقه البطن دي حاجه خزعبليه، او فاكراها مثلا في ناس بتعتقد ان البطن دي زي الرجل مثلا، يعني حاجه مصمطه. لا، البطن دي مليانه اعضاء، ويعني موضوع كبير. هنبدا نقول البطن دي او منطقه البطن ازاي بتزيد في الحجم، فهنبدا نعرف تركيبها هي عامله ازاي. فهنستعين بالموضوع دوت بعبده، نخليه ياخد لنا خطوتين كده لقدام. تعالى يا ابني. عبده انضم لنا طبعا، يعني انت ممكن تكونوا ما تبقوش شايفين دماغه، هو الراجل يعني طويل واحنا قاعدين بس. فهنبدا نتكلم على منطقه البطن زي ما احنا شايفين دلوقتي. منطقه البطن زي ما احنا شايفين بتبدا يعني من ورا لقدام. اول حاجه العمود الفقري بتاعنا، بعد العمود الفقري موجود قدام في الجزء اللي هو المجوف دوت فيه الاعضاء، المعده بقى بتاعتنا والكلام اللي زي كده. بعد المعده والاعضاء والكلام ده في العضلات. تمام، ركزوا ان الترتيب دوت هيفرق معانا جدا. يبقى احنا اتفقنا في اعضاء في الحته بتاعه التجويف ديت، وبعد كده في عضلات، بعد كده في طبقه الدهون، وبعد كده طبقه الجلد بتاعنا. يبقى زي ما اتفقنا الموضوع عباره عن ايه؟ عباره عن عمود فقري ورا، بعدين اعضاء، بعدين عضلات، بعد كده دهون، بعد كده الجلد بتاعنا اللي هو الخارجي اللي احنا شايفينه. ارجع يا عبده. بالمعروف طبعا لاي حد ان انت لما بتعمل تمرين لعضله معينه فانت بتقويها، بمعنى ان انت بعد ما بتقويها بتبدا زي ما اتفقنا ان انت بتكبر حجمها. تمام، يعني حجم العضله بيبدا يكبر. فمع التوزيع اللي احنا بنقول عليها ديت ان العضلات موجوده قبل الدهون، يعني الدهون مغطيه العضلات من فوق. تخيل كده ان دي العضلات ودي الدهون وده الجلد عليهم من بره. تمام، فانت عضلاتك كبرت، فهتبدا تعمل ايه؟ لما كبرت هتبدا تزق طبقه الدهون دي لبره، فبالتالي تديك ايحاء ان انت بطنك الكرش زاد. انت هتبدا، هو مش هيبقى كرش طري، لا هيبقى كرش ناشف. ليه؟ لان انت عضلاتك بقت اقوى، نشفت، لكن هي في الحقيقه انها زقت الدهون لقدام، فبالتالي ادت ايحاء ان بطنك اكبر او الكرش بتاعك او بتاعك اكبر. وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا ان انت مش بتعمل نظام سعرات حراريه، يعني انت مش بتقلل او مش بتخس بوجه عام. هتقول لي طب التمرين ده في حد ذاته، انت بتقول لي ان الرياضه بتحرق سعرات حراريه ومفيده. انا معاك جدا ان الرياضه مفيده جدا واساسيه عندنا في الدايت، لكن تمرين البطن في حد ذاته بس لو هتعمله بدون اي باقي رياضه وبدون اي الاساس عندنا السعرات الحراريه، الاكل اللي انت بتدخله جوه بقك. تمام، التمرين مهما كان مش بيحرق سعرات حراريه قد الاكل اللي انت بتاكله. انت ممكن بصباع شوكولاته شكرا انت ضيعت كذا تمرين. تمام، فخلينا نعرف دلوقتي تمرين البطن في حد ذاته بيحرق سعرات حراريه قد ايه، عشان نبدا نشوف يمكن يكون تمرين البطن هيخسسنا ولا حاجه. طبعا يحرق قد ايه بالظبط دي بتختلف من شخص لشخص بناء على معدل الحرق بتاعه، حجمه العضلي، حجم وزنه عامه. بس في المتوسط لو انت هتعمل 300 عده من تمرين البطن، 300 فهمت يعني 300 عده، او فيما يعادل 10 دقائق متواصله من تمرين البطن، فانت بتحرق من 50 ل 60 سعر حراري. متخيل؟ 50 60 بس. 50 60 سعر حراري ديت يعني اصغر شوكولاتايه هتاكلها فيها اكتر من كده. اصبح دلوقتي ان انت بتعمل تمارين بطن من غير ما بتعمل اي ريجيم تاني او من غير اي دايت تاني بتقلل سعراتك الحراريه فيه، وفاكر ان التمرين بس دوت هو اللي هيبدا يقلل البطن. بالعكس، انت ال 50 سعر حراري دول انت خدتهم من صباع شوكولاته، فانت اكنك ما حرقتهمش خالص، وعضلاتك هيزيد حجمها، ودي حاجه حلوه يعني عامه. بس في منطقه الكرش اللي احنا بنتكلم عليها او منطقه البطن تبدا تديك شكل بطن اكبر. والكلام ده اكتر للناس اللي بقى عايزه تبين السكس باكس بتاعتها بقى في الصيف بالنسبه للاولاد.
اكتر. تمام. وبالنسبه للستات او البنات اللي بتبدا تقول لي احنا بنعمل تمارين بطن لكن بنحس ان بطننا كبيره زي ما هي، ما خسناش، ما حصلش حاجه، مع انها بتبقى ناشفه. زي ما اتفقنا هي ناشفه، العضلات بقت اقوى والدهون نفسها طريه، فانت بتبدا تستشعر او بتستشعري العضلات اللي موجوده تحت الدهون. فزي ما اتفقنا تمرين البطن لوحده بس من غير اي نظام سعرات حراريه انت بتعمله، او من غير ما تقلل من الاكل اللي بتبدا تاكله، او من غير اي رياضه تانية، مش هيفيدك، بل بالعكس ممكن يزود الحاله سوء من ناحيه الكرش. العضلات زي ما اتفقنا حلوه جدا ومفيده جدا وهتفيدك، لكن مش هتفيدك في شكل الكرش اللي انت هدفك اساسا ان انت ايه تنزله. الحل بقى يا عم، انت قفلت لنا الدنيا كده، طب هنعمل ايه؟ ما نعملش تمرين بطن؟ محدش قال كده تماما. وكلام اللي انا بعنيه او بنتقد حاجه معينه مش معناه ان انا مش معاها. تمرين البطن مهم جدا، وعضلات بطنك دي من اهم الحاجات اللي هتهتم بتقويتها، لكن ترتيبها في الاولويه هو اللي هيختلف. بمعنى نسبة الدهون عندي عالية في الجسم، فلنفترض 20% فيما فوق، 20 25 30 وهكذا. فانا عندي كتلة دهون كبيرة مغطية العضلات بتاعتي. كلنا عندنا عضلات، تمام، خلينا متفقين العضلات دي موجودة عندنا كلنا، لكن مش عندنا كلنا بنفس القوة او بنفس الحجم. تمام. فاحنا كلنا عندنا العضلة بس في نسبة دهون كبيرة. فانا ما ابداش على طول المشوار بتاعي ان انا انزل الدهون ديت وابدا ابرز العضلات ديت بان انا اعمل تمارين بطن عشان اقوي العضلات، اكننا كده بنقول ودنك منين يا جحا لو بنعمل كده. فزي ما احنا متفقين يا اخواننا الموضوع بسيط، ابسط من كده تماما. عايز تخس، ما تاخدش الموضوع بالمشقلب وتبدا تخش على التمارين عشان تبدا تقل في الوزن. لا، ابدا اعمل ايه؟ ابدا شوف الموضوع، قلل السعرات الحراريه بتبدا تاكلها، قلل الكلام اللي داخل جوه البق الجميل، حاول تقفله شويه، او نبدا نقلل الكميه اللي داخله فيه شويه من الاكل. تاني حاجة على طول الرياضة من كارديو وحديد. ايه هو الكارديو للناس اللي بتسمع مصطلحات وشايفاها ان هي جديدة عليها؟ عملت فيديو كامل عن الكارديو وشرحت ايه هو الكارديو بالظبط، ممكن تشوفه من اللينك فوق. والحديد كمان الويت ليفتنج بالنسبة للولاد او البنات اللي بتسألني طب الحديد هيطلع عضلات في الجسم؟ لا. يا سلام بقى لو جبت تقليل السعرات الحرارية بتبدأ تاكلها على كارديو، ساعة مشي في اليوم مثلا، على لعب حديد، هتبقى 100 100. اول مفاجأة معانا، الحل ليكم. سألتوا على السؤال ده كتير جدا وهو خاص بالفيديو ده، ازاي نبدأ نخسس الكرش؟ يعني احنا عرفنا كل حاجة مش بتخسس الكرش، طب ازاي بقى نبدأ بطريقة عملية فعلا ننزل الكرش ويبقى ايه بطننا مفرودة كده وشكلها جميل؟ يوم الحد بإذن الله هعمل فيديو كامل عن ازاي نخسس الكرش. تاني مفاجأة معانا، الساعة دلوقتي 7:04 تقريبا بتوقيت القاهرة هنا في مصر. ان شاء الله بعد 4 ساعات الساعة 11 بالظبط بتوقيت القاهرة هنا هيكون عندنا بث مباشر هنا على القناة، فيديو لايف هبدأ اطلع فيه ارد فيه على كل اسئلتكم واستفساراتكم. ليه اللايف دوت جاي متأخر كده او جاي فجأة؟ زي ما انتوا عارفين ده تاني فيديو بتاع دلوقتي تاني فيديو اعمله في الاسبوع ده، واحنا واخدين تحدي ان احنا نعمل 3 فيديوهات في الاسبوع. فالفيديو لايف ده ان شاء الله يكون الفيديو الثالث، لان انا ما اتعودتش اخسر تحديات، وعشان افضل ملتزم معاكم بالكلمه اللي قلتها لكم. برضه انا قلت لكم ان هيبقى في فيديوهات لايف، ده الفيديو متشوق جدا اشوفكم كلكم ان شاء الله النهارده في الفيديو بتاع اللايف. حضروا كده اسئلتكم، اشوفكم اللايف بتاع النهارده بالليل باذن الله. السلام عليكم.